29/4/2012 غسان ريف حمص، مسجد في مدينة غسان. مسجد عمر بن الخطاب. مسجد عمر بن الخطاب، نزول قذائف من كتائب الأسد على هذا المسجد. الله أكبر. في الجهة الغربية يكون قذيفتين 3 4. الجهة الجنوبية كمان قذيفة. لك كيف ضرب الجسر هذا الجسر باطون. الله أكبر. يعني القذيفة تكون قذيفة دبابة. والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. شلون؟ فإن يستهدفوا بيوت الله سبحانه وتعالى لأنه حفظا على بيوت الله قبل ما يكون حفظا على بيوت السنة. هذا حتى البثيم. هذا مسجد عمر بن الخطاب، قرية الواحة سعد الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. آمين يا رب. آمين. هذا أنت حبنا على المسجد تاريخ 26 الشهر. هي القرآن الكريم. القرآن الكريم. طبعا هون كان في مصاحف لميناها. نعم. هي القذائف اللي نزلت على. الله أكبر. الله أكبر. ليك تريات المسجد. نعم. هاي تريات. هاي الإرهابية. هي إصلاحاتك يا بشار. هي الإصلاحات بشار الأسد. هي بعد توقيع معاهدة وقف إطلاق النار. هاي الإرهابية هي إرهابية. هي إرهابية. هي مسلحة الآن. بيت الله فيه مسلحين الآن. ليش الضاربين؟ ممكن المصحف يكون إرهابي بالنسبة لهم. طبعا هو إرهابي بالنسبة لهم. هو إرهاب. هون في مصحف كريم لميناه كمان مصاحف. كان بوسع القرآن. هون طبعا هذا قرآن كريم. هذا قرآن إرهابي عندهم. وهذا قرآن كريم إرهابية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس خلي يبصوا المسلمين في كل هي الناشد المسلمين العرب. نحن ناشد المسلمين. هي بيت الله، مساجد الله عز وجل. لا عاد الناشد العرب اخي، ناشد المسلمين بس. العرب شغلتهم فاضيه، ما فيهم حميه ولا فيهم دم. لو فيهم دم كان يتحرك كبيرتهم، بس ما في دم. حسبنا الله ونعم الوكيل.